هي البطاطا. ممكن شفتوا بطاطا نص نوتيلا ونص اللوتس مع المكسرات مع جرنشة اللوتس وجرنشة النوتيلا، هي بقى بتعملها هنا بقى. طعم اللوتس كان متغرق اكتر من البطاطا ذات نفسها، وطعم اللوتس كان مغطي برده على البطاطا. على حسب ما انت بتحب، ممكن تطلب نوتيلا بس، لوتس بس، غرقان سيحان غرقني. انا من الناس المجتهده اللي فعلا تستحق الدعم. ندخل بقى على تاني حاجه من الحلويات، وهي البطاطا المتلجه. دي بيتحط عليها بولة ايس كريم على حسب ما انت بتطلب. البطاطا بتجيلك ساعه طازه بطازه، اطيس حاجه عارفين بولة الايس كريم مع البطاطا مغطيه برده على طعم البطاطا. حاجه بقى اللي هي بتتميز بيها، وهو عصير البطاطا القمر ده. ممكن تستغرب بس فعلا يا جماعه طعمه جامد. ده فعلا يا جماعه اللي تختموا بيه كان خطير. تبلع بيه بقى كده في النص قبل اخر كارثه. انا بقى كنت بتذوق كده بقول لها فعلا ايه ده، انت حاطه ايه عليه؟ ما رضتش تقول لي السر يا جماعه. فعلا يا جماعه طعمه جامد قوي. ادخل بقى على اخر حاجه، وهي سندوتش القنبله اللي بيتميز عن ده. كان سندوتش غرقانه الشوكولاته. بصوا البط، خلي بالك الحق اللي بيسيح ده. كان سندوتش النوتيلا مع اللوتس مع الكريمه مع الاوريو مع المكسرات. لغوص كده وامسك، لازم تلبس الجلافزات. هنا بقى كانت بتقول لي ايه رايك، انت فقدت النطق ولا ايه؟ قلت لها لا مفيش بعد كده، انت تستاهلي كل الدعم.